جدا الخيانة هي الإخلال أو فقد الثقة أو الوعود اللي بنوعدها أو الواجبات اللي علينا. فاحنا بنقلل من الثقة أو الوعود أو الواجبات اللي علينا بمنظور عام يعني. فالناس بتقول ده خاين، لأنه في الخيانة يعني ساعات الناس بتحطها شوية في كادر الخيانة الزوجية فقط. الخيانة بتبقى في حاجات كتير جدا، يعني ليها أنواع كتير. في خيانة الثقة، في الخيانة اللي هي بتبقى الكذب أو اللي هو إخفاء الحقائق، يعني أنت بتخفي حقيقة عن حد للتلاعب، فدي بتعتبر خيانة، أن أنا ببقى استأمن إنك تقولي لي الحقيقة أنت مش بتقوليها. في طبعا الخيانة في العمل، ودي بتبقى برضو لمصالح شخصية، أو يعني إن احنا بنضر بالعمل ممكن علشان مصالحنا الشخصية. وفي طبعا الخيانة العاطفية اللي هي بتبقى غالبا الخيانة اللي هي ما بين الأصدقاء، ما بين الزوج والزوجة، ما بين الأهل ممكن. وطبعا خامس واحدة خيانة الوطن، ودي يمكن الخيانة الكبيرة العظمى يعني بنقول عليها. بالظبط. طب قولي لي، هي يعني لو قلنا انواع الخيانة ايه هي اللي انت قلتيها؟ الانواع، احنا لو هنقول الاسباب، اسباب الخيانة برضو بتبقى هي في ناس بيرجعوها الى مرض نفسي شوية او خلل نفسي. انه الانسان مش بيقدر يعمل الالتزامات اللي عليه من صدق. ما احنا قلنا ان فيها صدق، اللي يعني لو اللي هي الكذب، خيانة الكذب او اخفاء الحقائق، ان في واحد مش بيقدر يقول الحق، مش صدق يعني. ممكن نقول من الاسباب اسباب نفسية الى حد ما، اسباب منها التجارب السيئة اللي بيمر بيها الانسان. ممكن واحد بيمر بتجارب كتير فاتعرض لخيانة كتير فيحس انه ده نوع من الانتقام مثلا. طبعا نوع من الانتقام. في نوع بيبقى برضو سببه الطمع، لو في مقابل للخيانة دي، لو قلنا زي خيانة العمل مثلا بيبقى في مقابل ليها حتى لو مش مادي، مناصب او اقرب من